اوعى تسيب وظيفتك وشغلك لو بتفكر انك تعمل بيزنس او تعمل مشروع خاص بيك قبل ما تسمع النقط دي. تعالى بقى نشوف الموضوع بتاعنا، بس قبل ما نبدأ متنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نشوف الموضوع. اول نقطة واهم نقطة وخلينا ندخل في الموضوع على طول، وهو ان انت تعمل البيزنس الخاص بيك بالتوازي مع شغلك. يعني انت شغال في الشغل بتاعك عادي جدا، وبتبدأ ان انت تفتح المشروع بتاعك او البيزنس بتاعك وانت يعني ايه في مكانك عادي. طيب ده ليه؟ ده لأسباب كتير. اول حاجة ان انت في الشغل ده بتتعلم الخبرات اللي تفيدك في البيزنس بتاعك، دي اول نقطة. تاني نقطة وهي ان انت في البداية طبيعي جدا ان انت هتخسر. حط 6 شهور كده، يعني 6 شهور انت عامل حسابك انك بتخسر فيهم بس. ففي الفترة دي هيكون الشغل بتاعك او مرتبك من الوظيفة بتاعتك هي اللي بتصرف على البيزنس بتاعك. فانت لازم تمشي الاتنين كده مع بعض بالتوازي، تكون شغال في شغلك وفي نفس الوقت شغال في البيزنس بتاعك. والله نجح كان بها، وساعتها هتفاضل ما بين وظيفتك وما بين الشغل الخاص بيك. ما نجحش فانت كده كده ما خسرتش حاجة، وديك موجود في مكانك وكأن شيئا لم يكن. تاني نقطة وهي زي ما قلت لك من شوية كده، ان انت تحط في حسبانك انك 6 شهور خسران. ما تتوقعش ان انت من اول ما هتعمل المشروع بتاعك هتنجح، ما تتوقعش ان انت هتحقق ارباح في البداية. لا، انت هتقعد 6 شهور مفيش اي حاجة. توقع ده حتى لو ده ما حصلش. وده ياخدنا للنقطة اللي بعدها، وهي ان انت تتوقع الخسائر وما تستعجلش. زي ما بقول لك كده، انت اول ما هتبدأ المشروع بتاعك انت هتقعد في خسائر، يعني ممكن 6 شهور وممكن اكتر كمان. فتوقع ده. وعلى فكرة ده مش تشاؤم. اللي منكم دارس محاسبة عارف مبدأ الحيطة والحذر، اللي هو ان انت لو عندك خسائر ومكاسب محتملة فانت بتعترف بالخسائر. يعني لو انت متوقع انك هتخسر 1000 وفي نفس الوقت متوقع انك ممكن تكسب 2000، فانت بتعترف ان انت خسرت 1000 وبتتعامل اكنك خسرتها بالفعل. فده مش تشاؤم، ده مبدأ الحيطة والحذر، ولازم تحطه في اعتبارك. وفي نفس الوقت برضو ما تستعجلش المكسب، وطبيعي جدا ان انت تقعد حوالي 6 شهور مفيش اي حاجة. وتخلي بالك بقى ان انت تكون عامل مخزون كده على جنب، يعني عامل احتياطي لل6 شهور دول، بحيث ان انت لو عمال تخسر في خلال ال6 شهور ما تلاقيش نفسك وقعت وقفلت المشروع بتاعك على طول. لا، يبقى عندك فرصة ان انت تتحرك برضو. فاعمل لنفسك كده ايه قبل ما تفكر ان انت تفتح البيزنس بتاعك، فاعمل لنفسك زي مدخرات كده تكفيك ال6 شهور او تغطي الخسائر المتوقعه في ال6 شهور دول. النقطه اللي بعد كده وهي انك ما تستناش حاجه. وعايز اقول لك ان اي فلوس معاك واي راس مال معاك انت تقدر تعمل بيه مشروع حتى لو كان تافه من وجهه نظرك. انا عايز اقول لك انك باقل من سعر موبايل انت ممكن تبدا فعلا مشروع خاص بيك. والفيديو اللي جاي هقول لك على افكار كده ممكن تعملها بفلوس قليله جدا. حتى لو معكش خالص هقول لك ازاي تفكر ان انت تعمل مشروع خاص بيك او ان انت تدخل فلوس من الصفر. فاللي عايز اقوله لك ابدا على طول، لان مفيش حد بيندم ان هو جرب وفشل. هو كله بيندم ان هو ما جربش ويرجع بعد كده يقول يا ريتني كنت حاولت في المشروع بتاعي، ويا ريتني كنت عملت البيزنس بتاعي. لكن مفيش حد بيندم ان هو بدا وخسر. يعني انا بستغرب الناس اللي ساعات تروح تشتري تليفونات باسعار يعني حتى لو متوسطه، فتلاقيه راح يشتري تليفونات باسعار غاليه او اسعار يعني متوسطه، وفي نفس الوقت هو كان ممكن بالفلوس دي يستثمرها. ويجي يقول لك برضو انا مش عارف افتح المشروع بتاعي، او انا مش عارف اشتغل، او انا مش عارف اجيب فلوس. فاستنى بقى الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي بالمبالغ البسيطه دي انت تقدر تعمل مشروع خاص بيك. النقطه اللي بعد كده وهي لو افترضنا انك خلاص خدت القرار ونويت ان انت تعمل المشروع بتاعك، فعايز اقول لك انك لازم تبدا صغير. دايما حتى لو معاك مبلغ كبير دايما ابدا يعني بحاجه بسيطه. حاجه لو خسرتها فانت مش هتفرق معاك في حاجه. يعني حط مبلغ اللي هو انت حياتك مش واقفه عليه، كسبت خير وبركه، خسرت كده كده انت يعني مش هتبات في الشارع تاني يوم. فابدأ صغير وما تقعدش بقى تكلف ديكورات وتاخد احسن مكان وتعمل وتخلي وتسوي. لا، ابدأ بأقل حاجة معاك. وحتى لو معاك كتير ابدأ بالقليل، وما يمنعش ان المكان اللي انت هتاخده مثلا انت اللي توضبه بنفسك. حاول على قد ما تقدر انك تقلل تكاليفك، عشان الخسارة بتاعتك لو افترضنا لا قدر الله انك خسرت، وزي ما قلنا احنا بنتوقع الخسارة قبل المكسب، ما تبقاش يعني وقعتك على وشك، يعني تبقى الدنيا برضو ماشية يعني، وتبقى خسائرك مقبولة وقادر انك تسيطر عليها. افترضنا بقى انك ربنا كرمك وعملت كل اللي فات ده وفتحت المشروع بتاعك او عملت الشغل الخاص بيك. هنا بقى انت لازم تشتغل فيه زي ما كنت بتشتغل في شغلك واكتر. يعني هنا انت بتبقى مدير نفسك ورئيس نفسك. لو انت في الشغل بتاعك الطبيعي بتشتغل 8 ساعات، فانت في شغلك الخاص لازم تشتغل 12 ساعة و16 ساعة. هنا انت لازم اللي تحاسب نفسك، ولازم انت اللي تكون رقيب على نفسك، لان ببساطة ده الشغل بتاعك، فلازم تديله اهمية اكبر بكتير من الشغل عند الناس. اتمنى الفيديو يكون فادك باي حاجة. لو استفدت اي حاجة ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، حط لي كومنت كده صبح ولا مسي. وما تنساش ان انت تشوف الفيديو بتاع بكره، هكلمك بقى عن
ازاي تعمل بيزنس خاص بيك باقل تكلفة او حتى من الصفر. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.